السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم في الفيديو النهارده عن اسعار الموتوسيكلات في السوق المصري بالنسبه لبدايه العام الجديد، وايه اخر التطورات في اسعار الموتوسيكلات في السوق. هنتكلم عن اهم الموتوسيكلات المطلوبه بكثره من قبل المستهلك، ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. لكن قبل ما نبدا حابب اشكر كل اللي كتب لي تعليق ايجابي او كلمه حلوه وبيشجعني اني اكمل. بحبكم في الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول موتوسيكل معانا وهو هوجن 4 150 سي سي الكينج النسخه المصري. الموتوسيكل بيجي بشاسيه مصري وتقفيل وتجميع مصري، وبيجي بموتور 150 سي سي على أسياخ بدون حدافة اتزان، واستهلاك البنزين بيوصل ل 40 كيلو لكل 1 لتر بنزين، بفرامل أمامية باكم وخلفية تيل، وأدائها كويس جدا بالنسبة للموتوسيكل. والموتوسيكل مزود بكماليات محترمة جدا، حمالة حريمي وشبكة خلفية وتقدر تاخد 2 وراك مستريح، واكسدام أمامي بيحمي التانك. فالموتوسيكل هيسد معاك في الشغل والمشاوير، بيكون كويس جدا وحمال أسية مش هيشتكي. وقطع غياره هتلاقيها في كل مكان، وسعرها رخيص، وسعره عامل حاليا في حدود 37 ل 38 ألف جنيه. تاني موتوسيكل معانا وهو بجاج بوكسر 150 سي سي موديل 2024، وبيجي الموتوسيكل بموتور 150 سي سي على كتينة بدون حدافة اتزان، واستهلاك البنزين بيوصل ل 40 كيلو لكل 1 لتر بنزين، وبيجي بفرامل تيل أمامي وتيل خلفي. وفي نسخة منه باكم أمامي وتيل خلفي بتكون أدائها أفضل، وقطع غياره متوفرة لكن سعرها غالي شوية، وسعره عامل حاليا من 51 ل 53 ألف جنيه. تالت موتوسيكل معانا وهو دايو 4 150 سي سي أبو حوا، وبيجي بموتور 150 سي سي على أسياخ بدون حدافة اتزان، واستهلاك البنزين بيوصل 40 كيلو لكل 1 لتر بنزين، بفرامل أمامية باكم وخلفية تيل، وأدائها كويس جدا بالنسبة للموتوسيكل. والموتوسيكل مزود بكماليات محترمة جدا، حمالة حريمي وشبكة خلفية، وهو يعتبر الأخ لهوجن 4 اللي اتكلمنا عنه في كل حاجة. لكن في مستهلك بيفضل ماركة هوجن وغيره بيفضل ماركة دايو، وسعره عامل ما بين 37 ل 38 ألف جنيه. رابع موتوسيكل معانا وهو دايو 40 150 سي سي المصري، وبرضه يعتبر الموتوسيكل ده نفس الموتوسيكل الدايو 4 والهوجن 4. بيجي بموتور 150 سي سي على سياخ وفرامل أمامية باكم وخلفية تيل، وحمالة حريمي بشبكة خلفية بمسند للراكب الخلفي. وموتوسيكل قعدته مريحة جدا ومنتشر جدا في السوق المصري، وسعره عامل حاليا 36 ل 37 ألف جنيه. خامس موتوسيكل معانا وهو وويانج 200 سي سي، والموتوسيكل بيجي بموتور 200 سي سي على أسياخ، واستهلاك بنزين بيوصل ل 36 كيلو لكل 1 لتر، وفرامل أمامية باكم وخلفية تيل، ومزود بشبكة خلفية لراحة الراكب الخلفي. لكن عيب الموتوسيكل ده إن الموتوسيكل خفيف جدا، والموتور يعتبر كبير جدا عليه، خصوصا إنه 200 سي سي، ويعتبر أنت راكب طيارة وما فيهاش توازن خالص على الطريق. يفضل تشتري النسخة ال 150 سي سي، هتكون أفضل. وسعر الموتوسيكل النسخة ال 200 من 38 ل 39 ألف جنيه، وسعر النسخة ال 150 هو 36 ألف جنيه. وبعد كده معانا الموتوسيكل الغني عن التعريف وموتوسيكل الشباب وملك رفع الأحصنة الدايو 2. الموتوسيكل بيجي بموتور 150 سي سي على سياخ، واستهلاك بنزين 40 كيلو لكل 1 لتر، مع فرامل أمامية باكم وخلفية تيل، ومزود بشبكة خلفية وفتحة شكمان واحدة. ويعتبر موتوسيكل كويس للمشاوير فقط، ومش أمان في السفر والمسافات الطويلة زيه زي الوويانج، وسعره عامل 32 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل حلاوة إليكانتو إكسبريس. الموتوسيكل بيجي بموتور في نسخة منه 150 سي سي ونسخة 200 سي سي، مع حدافة اتزان، مع فرامل أمامية باكم وفرامل خلفية تيل، مع عداد ديجيتال بالكامل، وحمالة حريمي وشبكة خلفية. الموتوسيكل ده ممتاز جدا وأثبت كفاءته في السوق، وينفع للشغل والمشاوير. وسعر النسخة ال 150 عاملة 49 ألف جنيه، والنسخة ال 200 عاملة 50 ألف جنيه. والموتوسيكل اللي بعد كده هو موتوسيكل فيجوري اف 200. الموتوسيكل بيجي بتصميم سبورت وشكله كويس جدا، بيجي بموتور بقوة 200 سي سي على كتينة مع حدافة اتزان، بقوة حصانية تصل ل 16 حصان. والموتوسيكل بيجي بعداد ديجيتال، ومساعد خلفي في نص الموتوسيكل هيديك توازن على السرعات العالية، وفرامل أمامية وخلفية باكم كويسة جدا. والإضاءة الموتوسيكل هنا بتيجي ليد
ليد بالكامل هتديك رؤية كويسة في الطرقات المظلمة، وسعره عامل من 55 ل 56 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل SRM RKM. الموتوسيكل اللي بيجي بشكل سبورت شبابي. الموتوسيكل هنا بيجي بموتور 250 سي سي على كتينة مع حدافة اتزان، والموتور مزود بسربنتين زيت لتبريد الموتور، مع 2 مساعد أمامي مقلوبين ومساعد خلفي في نص الموتوسيكل، وده هيديك أداء محترم وتوازن بالأخص مع السرعات العالية، مع فرامل باكم أمامي وتيل خلفي. الموتوسيكل بيجي بعداد ديجيتال كامل مع إضاءة ليد، وسعر الموتوسيكل حاليا عامل من 49 ل 50 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل هوجن TX 250. الموتوسيكل بيجي بموتور 250 سي سي مزود بحدافة اتزان وسربنتين زيت لتبريد الموتور، مع 2 مساعد أمامي مقلوبين ومساعد خلفي في نص الموتوسيكل، بيديك أداء محترم على الطريق. والعداد بيجي عداد ديجيتال، وإضاءة الموتوسيكل هنا بتيجي ليد بالكامل. والموتوسيكل لسه جديد في السوق وتصميمه محترم جدا وبيجذب فئة كبيرة من الشباب، وسعر الموتوسيكل عامل من 65 ل 68 ألف جنيه. وبعد كده معانا هوجن اتش 250. الموتوسيكل بيجي بموتور 250 سي مزود بحدافة اتزان مع سربنتينة لتبريد زيت الموتور، و2 مساعد أمامي عدلين مع 2 مساعد خلفي غاز. والفرامل بتيجي فرامل أمامية وخلفية باكم ديسك وأدائها كويس جدا. والإضاءة بتيجي ليد بالكامل، ما عدا الإضاءة العالية بتيجي هالوجين فهتحتاج تغيرها. وسعر الموتوسيكل حاليا عامل من 60 ل 62 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل TVS أباتشي RTR 200 سي سي. الموتوسيكل هنا بيجي بشكل رياضي هجومي وبيجذب أي حد يشوف الموتوسيكل ده. الموتوسيكل هنا بيجي من موتور 200 سي سي بحدافة اتزان ومزود بسربنتينة لتبريد زيت الموتور، مع مساعدين أمامية معدولة لكن من ماركة محترمة، ومساعد خلفي في نص الموتوسيكل هيديك أداء محترم على الطريق، وفرامل أمامية وخلفية باكم. وبيجي بعداد ديجيتال وإضاءة ليد بالكامل. الموتوسيكل من حيث الأداء والخامات محترم جدا ومفيهوش أي كلام، وسعره عامل من 94 ل 96 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل فيجوري ميشا 9. الموتوسيكل بيجي بموتور 150 سي سي وصوته ناعم جدا، مع 2 مساعد أمامي معدولين ومساعد خلفي نص. الإضاءة الأمامية والخلفية ليد وعداد ديجيتال بالكامل. والموتوسيكل مزود بشبكة خلفية لأن الموتوسيكل يعتبر قصير نوعا ما. شركة فيجوري هنا حبت تعمل موتوسيكل شكله حلو ويكون أداؤه كويس لكن بسعر اقتصادي شوية. والموتوسيكل حاليا سعره عامل 50 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل هاوجي 150 TF. الموتوسيكل هنا بيجي بتصميم مقارب لموتوسيكل هوجن سري الأرنبة، وبيجي بموتور 150 سي سي على كتينة وصوته ناعم جدا. وبيجي باتنين مساعد أمامي عدلين واتنين مساعد خلفي عاديين. وبيجي بعداد أنالوج عادي مع إضاءة هالوجين، هتحتاج تغيرها علشان يديك أداء أفضل في الطرقات المظلمة. الموتوسيكل خاماته وأداؤه محترم ومعمر معاك، هيعيش مدة طويلة على ما تحتاج تعمل له صيانة أو تغير فيه أي قطعة، وسعره عامل 57 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل TVS 150 F. الموتوسيكل بيجي بمواصفات نفس الموتوسيكل TVS العادي لكن بتصميم مختلف. من الأمام بياخد شكل هجومي شوية، مع موتور 150 سي سي على كتينة، مع 2 مساعد أمامي معدولين و2 مساعد خلفي أدائهم كويس، مع فرامل أمامية باكم وخلفية تيل، وعداد أنالوج عادي، مع دواسة حريمي وشبكة خلفية واكسدام أمامي بيحافظ على التانك من الصدمات. والموتوسيكل كويس جدا وينفع للمشاوير والشغل هيشيل معاك. والموتوسيكل سعره عامل 55 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل بنيلي VLR 200 سوبر سبورت. الموتوسيكل ده محترم جدا وكل الناس بتشكر فيه وخاماته محترمة جدا. الموتوسيكل بيجي بموتور 200 سي سي مع حدافة اتزان على أسياخ، ومزود بسربنتينة لتبريد زيت الموتور. وبيجي بنظام فرامل ABS بيخلي منظومة الأمان في الموتوسيكل كويسة جدا، مع مساعدين أمامية عدلة ومساعد خلفي نص. أداؤه محترم جدا وخاماته كويسة. وبيجي بدواسة حريمي وشبكة خلفية وعداد نص ديجيتال ونص أنالوج لكن فيه كل اللي انت محتاجه. والموتوسيكل ده حوت شغل ومشاوير وسفر هيسد معاك ومش هيقول لا طول ما انت محافظ عليه وبتعمل الصيانات الدورية في ميعادها. وسعر الموتوسيكل عامل من 64 ل 65 ألف جنيه. بعد كده معانا موتوسيكل كيوي سوبر لايت. الموتوسيكل هنا بيجي بتصميم كروز ممتاز جدا. لما تركب الموتوسيكل بتحس ان انت راكب حاجة فخمة وبيديك احساس ان انت راكب حاجة اغلى من سعرها. الموتوسيكل هنا بيجي بموتور 200 سي سي على اسياخ مع حدافة اتزان و2 مساعد امامي و2 مساعد خلف وعداد
أنالوج مكون من 3 قطع فيهم كل القراءات اللي انت هتحتاجها، وسعر الموتوسيكل عامل من 80 ل 82 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل فيجوري VLR 150 سي سي. الموتوسيكل بيجي بموتور 150 سي سي على كتينة مع حدافة اتزان، مع 2 مساعد أمامي عدلين و2 مساعد خلفي غاز وأدائهم كويس جدا، مع فرامل أمامي باكم وتيل خلفي. كنا نتمنى إن هي تكون باكم أمامي وخلفي، كان هيبقى أفضل، مع عداد ديجيتال بالكامل وإضاءة أمامية وخلفية ليد. وسعر الموتوسيكل حاليا عامل 48 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل فيجوري VLR CBF، ويعتبر الموتوسيكل ده نفس الموتوسيكل اللي احنا ذكرناه قبل كده، بنفس التصميم بنفس كل حاجة. الموتوسيكل بيجي بموتور 150 سي على كتينة، مع 2 مساعد أمامي عاديين و2 مساعد خلفي غاز، وفرامل أمامية وخلفية تيل، مع صدام أمامي وحمالة حريمي وشبكة خلفية عشان لو حبيت تشتغل دليفري هيكون كويس معاك. وفي العموم تصميم الموتوسيكل هنا وخاماته كويسة جدا وما فيهاش أي مشاكل. هي نقطة واحدة بس اللي حبيت أقولها، نقطة قطع الغيار موجودة لكن ما بتبقاش متوفرة بشكل كبير، فبتحتاج تدور عليها شوية. وسعر الموتوسيكل عامل 43 ألف جنيه للنسخة 150، والنسخة 200 عاملة 44 ألف جنيه. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم، وآسف لو في موديلات انتم محتاجينها وما ذكرتهاش في الفيديو. اكتب لي في التعليقات ونضيفها لك في فيديو جديد إن شاء الله. وما تنساش اللايك والفولو. دمتم في أمان الله.